أثيرت حالة من الجدل في الأردن بعد حفل إفطار أقامته الملكة رانيا العبدالله لعدد من المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وسط اصطياء فئة من المتابعين من الصعود المتزايد لهؤلاء. وأكثر ما أثار حفيظة الأردنيين كلمة الملكة رانيا التي ألقتها، تعبيرا منها عن الاعتزاز والفخر بالشباب الأردني وما يقومون به من تغيير نوعي في مجالات عملهم. وانهالت الانتقادات الحادة ضد الملكة رانيا، حيث اعتبر النشطاء أن الحفل شدد على دعوة شخصيات من مشاهير مواقع التواصل، بينما تم تجاهل أصحاب الإنجازات العلمية والابتكارية، فيما انصبت غالبية الانتقادات على الكوميدي محمد نبيل. وتزايدت ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل بعدما شاركت الأردنية الدكتورة آلاء غيظان منشورا عبر صفحتها في فيسبوك انتقدت فيه عدم تكريمها بعد حصولها مؤخرا على كأس العالم للاختراع والبحث العلمي في تونس، كما لم تجد حفاوة أو ثناء أو تكريما لها عند وصولها مطار الأردن. كل واحد موجود هون لأنه عم بيعمل تغيير نوعي بمجتمعه ببيئته بطريقته الخاصة، سواء عن طريق التطوع أو الفن أو أي مجال تاني. كلكم عم تعملوا تغيير بالأردن. وتصدر حديث الغيظان تعليقات المغردين والمعلقين، وأصبح اسمها ترند في الأردن. وتفاوتت تعليقات الرواد، فمنهم من قال: وأسفاه يكرم أصحاب المحتوى الفارغ والتافهون ويهمش فيه العلماء والمثقفون، فيما علق آخر متسائلا عما قدمه محمد نبيل للبلد من إنجازات ومحتواه فقط السخرية والتنمر على والده. وهناك من رأى أن الهجوم على الشاب الأردني يأتي بدافع الغيرة ليس أكثر. كلكم عم تعملوا